معقول يا جدعان؟ كيليان امبابي بيغفل الجميع وطلع مش رايح على ريال مدريد، لا، كيليان امبابي رايح فريق تاني موجود في قارة اوروبا. قارة اوروبا مين فيها اللي بينافس على كيليان امبابي وعايزه معاه غير ريال مدريد؟ ريال مدريد بيحاول بقاله اكتر من 3 مواسم او 4 مواسم بالكثير اللي هو يتعاقد مع كيليان امبابي. كيليان امبابي بيحاول كذا مرة انه هو يروح لريال مدريد. من شوية في بوست طلع من صحيفة فرنسية، الله اعلم اسمها ايه عشان انا مش عارف الاسم بصراحة. فراح كيليان امبابي في الصحيفة دي راحت منزلها على الصفحة ان كيليان امبابي هيرحل عن صفوف باريس سان جيرمان نهاية الموسم ده. طب هو رايح فين؟ رايح برشلونة. رايح برشلونة ناقص صفقة جديدة طبعا. ليه؟ لأن صوبا لرحيل روبرت ليفاندوسكي. الصفقة دي هتبقى من أهم الصفقات اللي هتقلب الدنيا، لأن طبعا ريال مدريد بقاله كتير جدا جدا مستني الصفقة دي تحصل، لكن برشلونة قدر إنه يشتري أهم صفقة في تاريخه، صفقة كيليان إمبابي. كيليان امبابي هيبقى موجود معاه عدد لعيب كبيرة جدا من لعيبة برشلونة. فتفتكر ان التركيبة بتاعت الهجوم لبرشلونة هتنجح؟ وكمان احنا سمعنا ان في صفقة من اللعيبة القديمة راجعة تاني. تفتكر ان الصفقات هتنجح ولا تبقى فشوش؟ مع السلامة.